التقويم اللي بنستخدمه اسمه التقويم الميلادي أو التقويم الجريجوري. اتعمل في القرن ال16 بالظبط في سنة 1582 على يد البابا جريجوروس الثالث عشر. والتقويم الميلادي اتطور عن تقويم قديم اسمه التقويم اليولياني اللي كان مستخدم من أيام الرومان. التقويم اليولياني كان بيحسب السنة ب 365 يوم و6 ساعات بس السنة الشمسية الحقيقية حوالي 365 يوم وربع. الفرق الصغير ده كان بيخلي التقويم يسبق الفصول تدريجيا كل كام قرن. البابا جريجوروس قال لازم نعدل، فقرر يعمل حاجتين: يحذف 10 أيام من التقويم علشان نرجع بداية السنة للفصول، وتاني حاجة قرر يحط قاعدة السنة الكبيسة. السنة بتساوي 365 يوم بالظبط، وكل 4 سنين بيبقى في سنة كبيسة 366 يوم. طب ودي نحسبها ازاي؟ لو السنة بتقبل الاسم على 4 وتدينا الناتج رقم صحيح. طب وليه ده كله؟ علشان السنة التقويمية تبقى أقرب للسنة الشمسية، ويقدر يساعد في تنظيم مواعيد الزراعة وجمع الضرايب، ويحافظ على مواعيد الأعياد الدينية، وينظم شغل الدولة.